السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. إن شاء الله حابب أكلم حضراتكم النهاردة عن عملية تكميم المعدة. والحقيقة إن عملية تكميم المعدة من أكتر عمليات السمنة انتشارا في الوقت الحالي. طيب ليه هي أكتر عمليات السمنة انتشارا؟ لأنها من أبسط العمليات، بتعتمد إن إحنا بنصغر حجم المعدة بنسبة 80%. كمان إن إحنا مع عملية التكميم بنشيل حاجة اسمها قبة المعدة أو مركز الجوع، وبالتالي انت احساسك بعد العمليه بالجوع بيكون قليل جدا. كمان لما بنيجي بناكل كميات اكل صغيره جدا، وكمان بنزود من معدل حرق الدهون، وبالتالي نزول الوزن بعد عمليه التكميم بيكون سريع جدا. العمليه التكميم بتكون مناسبه للناس اللي بتاكل نشويات اكتر، وانها بتقدر تتحكم في الحلويات، لان الحلويات والسكريات ممكن تسبب زياده الوزن على المدى البعيد بعد عمليه التكميم. كمان بتناسب الناس اللي ما بيكونش عندها اي اعراض ارتجاع او حموضه قبل العمليه. فاحنا بننصحكم ان انتوا تعملوا عمليه تكميم المعده لو انتوا شراهتكم اكتر ناحيه النشويات وتقدروا تتحكموا في السكريات. كمان من مميزات عمليه التكميم ان احنا بناخد فيتامينز لمده سنه، وبعد السنه انت بتكون شخص طبيعي تماما، ولكن كميات الاكل بتاعتك قليله، كمان احساسك بالجوع بيكون قليل جدا. شكرا جزيلا لحضراتكم.